كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. تعالوا نعمل أحلى فرخة بتتبيلة تحفة جدا ولونها القمر ده بطريقة سهلة وبسيطة قوي. عندي الفرخة الحلوة دي. عملت فتحات كده في الصدر بالشكل ده، منضفاها كويس جدا وعملت لها محلول نقع عبارة عن مية وسكر وملح وبصل وليمون وكل المنكهات اللي انتي بتحبيها، وما ننساش معلقة الطحينة عشان بتشيل الزفارة خالص. هنعمل بقى المحلول ده ونسيبها فيه شوية كده ويفضل من قبلها بليلة، وبعد كده بنشطفها وبنعمل التتبيلة بتاعتنا عبارة عن بصل وليمون. انا مقشراه ليمونة واحدة، قشرتها وحطيتها في الكبة وطماطماية واحدة بس. هفرمهم ناعم قوي عشان انا عاوزة المية بتاعة الخضار ده بس كده. باحط له رشة من الملح عشان ينزل المية بتاعته كويس، وبعد كده بصفيه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بعد كده بنزل بمعلقة من الصلصة وكمان معلقة من الزبادي اللي احنا عملناها قبل كده. تمام، متماسكة وجميلة جدا. هنحط كمان زيت حوالي معلقتين، ونحط كمان توم مفروم حوالي معلقة، ومعلقة من العسل ومعلقة من المستردة. العسل حطيت معلقة صغيرة. هنظبط الملح بتاعنا بعد كده ونحط كمان فلفل اسود وكزبرة ناعمة وبابريكا، وهنحط توابل مشكلة. هنحط حاجة بسيطة جدا حوالي نص معلقة. التوابل دي عبارة عن حبهان وورق لورا وكباب صيني انا بفرمهم في البيت، وحطيت كمان ربع معلقة من الجنزبيل، وخلطة المشاوي من ماجي اخدت معلقة ونص، ورشة اوريجانو او زعتر. ونقلب بقى كل ده كويس جدا، ولو احتاجنا ملح تاني بنزود طبعا. ده بقى التفل بتاع البصل، حطيت له رشة من الملح والفلفل الاسود، وهقلبهم كويس. وهبدأ ان انا اتبل بيهم الفرخة من جوه، مش هاجي ناحية الجلد الخارجي. هتبل من جوه كويس جدا عشان طبعا نطمن ان مفيش اي ريحة زفارة خالص، وان شاء الله مفيش اصلا بعد محلول النقع اللي احنا عملناه. تمام، بقيت بالشكل ده كده. هنبدأ بقى ان احنا نحط التتبيلة بتاعتنا اللي احنا عملناها. تتبيلة حلوة جدا وتنفع معاكي لأي نوع فراخ انتي حابة تعمليه. هاغلفها كويس جدا ما بين الجلد ومن بره كويس قوي ومن جوه كويس قوي. انا هعمل معاها خضار، فقطعت البطاطس وجزر وفلفل وطماطم، طماطمية واحدة بس عشان انا مش عاوزاها تبقى فيها طماطم كتير، وبصل مقطعاه جوليان. هحط كل ده في الطاجن، وهنزل بقى بتوابل ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وأوريجانو، رشة من الأوريجانو، وكمان التوابل المشكلة اللي هي لورا وحبهان وكبابة صيني أنا بطحنها زي ما قلتلكم بتبقى حلوة جدا، وكمان رشة من الزيت كده. وهنحط بقى برطمان بالشكل ده عشان هحط فيه الفرخة بتاعتنا تشوي بالشكل ده في البرطمان. بتبقى حلوة جدا التسوية دي، بتبقى يعني ما تقلقيش منها. يعني البرطمان ان شاء الله ما فيهوش اي مشكلة ولا هيفرقع ولا هيجرى له اي حاجة، بس بتدي كمان طعم حلو جدا للفرخة لانها مستوية تسوية حلوة جدا. هتفرق معاكي بجد في الطعم. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا. نزلت باقي التتبيلة على الفرخة وثبت الجناحين والرقبة بخلة السنان، او لو عصاية الشيش طاووق بثبت بيها، وربطت كمان الرجل بالدبارة او اي خيط ابيض، مفيش اي مشكلة. هنحط بس ربع كوباية من المية لو انتي حابة ان يبقى فيه صوص كتير، يعني لو مش حابة خلاص. بدخلها الفرن، بتقعد في الفرن حوالي ساعة. بتبقى بالشكل ده جميلة جدا وبالهنا والشفا، وان شاء الله تجربيها وتعجبك قوي. درجة حرارة الفرن لازم تكون عالية جدا، يعني حوالي 240. باحطها في أول رف عشان تبقى قريبة من الفرن، وبتطلع بتبقى جميلة جدًا، بسيطة وسهلة وهتعجبك أوي. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرًا جدًا والسلام عليكم.